خلاص مفيش هزار، بطولة السوبر المصري بدأت. السوبر السنة دي مش مجرد بطولة، دي خريطة بترتب قوة الفرق المصرية الكبرى لنهاية الموسم، والزمالك داخل مواجهة مصرية قدام بيراميدز بطل افريقيا. بيراميدز عنده سكواد على أعلى مستوى في جميع الخطوط، وأعتقد إن يوريتشيتش هيلعب 4-2-3-1 بالقوة الضربة. الشناوي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، الشيبي، بلاتي توريه، مهند لاشين، الكارتي، زلاكا، دا سيلفا، داستون ماهيري. لكن مشكلتهم إنهم لعيبة بتاعت مساحات، بيتخنقوا تحت الضغط، خصوصا لما الخصم يقفل نص الملعب، وده اللي لازم الزمالك يلعب عليه. لازم احمد عبد الرؤوف يبدا بثنائي ارتكاز مقاتل، يقفلوا المساحات ويخنقوا مفاتيح اللعب بتاعت بيراميدز، ويعتمد تكتيكيا على الميديان بريس وسرعات الاجنحه في التحولات، لان اظهره بيراميدز حمدي والشيبي بيتقدموا كتير وبيسيبوا وراهم مساحات كبيره. الزمالك بيدخل المباراه من غير اهم لاعب عنده خوان ديزيرا، ولكنه بيمتلك برضه سكواد محترم، لو تم توظيفه صح يقدر يفوز على بيراميدز. الخطه الانسب من وجهه نظري اللي يبدا بيها الزمالك هي 4-3-3 شادو سترايكر، والتشكيل اللي يخدم الترتيب ده هو عواد الونش، محمد اسماعيل، عمر جابر، محمود بن تايب، احمد ربيع، محمد شحاته، عبد الله السعيد، احمد شريف، شيكو بنزا، ناصر ماهر. الخطه دي هتضمن لك السيطره على نص الملعب وضغط لاعبي بيراميدز، ومرونه كامله في بناء الهجمه والخروج بالكوره. اخونا الزملكاوي يهمني رايك جدا، هل تتفق معايا ولا شايف ايه الخطه والتشكيل الامثل اللي يبدا بيه الزمالك النهارده؟ مستني رايك في الكومنتات.